حكاية قديس وشهيد. حكايتنا حكاية القديس فلوباتير مرقيوس أبو سيفين. اتولد القديس عام 224 من أسرة وثنية. باباه كان اسمه يارس وكان صياد للوحوش، ومعنى اسمه فلوباتير معناها محب للآب باليوناني، ومارقيوس ده كانت رتبته في الجيش، وأبو سيفين ده كان لقبه. وفي يوم خرج باباه لصيد الوحوش، لكن سمع صوت من السماء بيقول له إنك هتتعمد على اسمي وهتكون مسيحي، وإن ابنك فلوباتير هيشهد ليه قدام ملوك وحكماء كثيرة جدا، وهيبقى انت اسمك نوح واسم مراتك سفينة. اذهب لأسقف المدينة وتعمد. فعلا لما رجع البيت ليه ان مراته سمعت نفس الكلام، فذهبوا لأسقف المدينة وتعمدوا بيه، هو اسمه نوح وهي اسمها سفينة. وبعد فترة سمع الملك بالموضوع اللي حصل، فراح جابهم علشان يخليهم يحطوهم في مكان كان كله جب اسود علشان تبتلعهم. حصل انه ما حصلهمش اي حاجة وفضلوا كويسين جدا. لما لقى الملك كده خرجهم وقال له انه اعبد ربك والهك براحتك، وكمان هتبقى قائد للجيش بتاعي، وخلاه قائد للجيش. وفي يوم سمع انه البربر جاية تهجم على البلد، فخرج علشان يحارب هو والجنود بتوعه. اللي حصل انه البربر خدوه اسير عندهم، وهو افتكروه انه هو مات، لكن طلب الملك انه هو هيتجوز سفينة. ولما راح علشان يطلبها للزواج لقى ان القديسة هربت هي وابنها. وبعد فترة كبيرة وكبر القديس، رجع باباه قعد يدور عليهم لغاية لما عرف مكانهم فين، ورجع لأسرته تاني. لكن القديس فلوباتير خرج في مرة علشان يحارب البربر، فظهر ليه ملاك الرب واداله سيف من نار وقال له عشان تغلب بيه الاعداء. في وقتها انتصر على كل الاعداء. ولما لقى الملك انه حصل كده، فهنروح المعبد ونسجد ليهم. لكن لما سمع القديس راح قال له ده ربي والهي، وهو اللي خلانا ننتصر في الحرب، مش الاوثان بتاعتك. الاوثان دي حجاره صماء ولا بتنطق ولا بتتكلم. اتضايق منه الملك جدا وقعد يعذب فيه عذابات شديده جدا، وكان كل ما يعذبه ملاك الرب يشفيه من كل عذاب. لكن القديس ما حصلتلوش حاجه. راح بعديها امر بقطع راس القديس. وبركه شفاعه القديس فلوباتير مرقيوس ابو سيفين تكون معنا، وربنا المجد الدائم الى الابد امين.